وتكون زوايا الرؤية دقيقة من كل مكان في الملعب. إن ما يحدث هنا في بن سليمان ليس مجرد بناء لملعب كرة قدم، بل هو استعراض للقوة الإنشائية والهندسية للمملكة المغربية، استعدادا لاحتضان كبرى المحافل العالمية وفي مقدمتها كأس العالم 2030. ويعكس سير العمل احترافية عالية وتنسيقا دقيقا بين مختلف المهندسين والعمال المرابطين في هذا الورش التاريخي. شاركونا آراءكم في التعليقات. ما انطباعكم عن وتيرة الأشغال؟ ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لتكونوا أول من يتابع آخر تحديثات هذا المشروع العملاق.